قصة الغرفة اللي محدش فتحها من 300 سنة. كان في قصر قديم متساب لوحده في وسط غابة مهجورة، محدش بيدخله أبدا، محدش بيقرب منه. ويا ترى السبب كان إيه؟ باب أسود مقفول بسلاسل تقيلة محدش فتحه من 300 سنة. القصر ده كان ملك واحد من أغنى أغنياء البلد زمان، وكان عنده سر محدش يعرفه قبل ما يموت. وصى الخدم وحراس القصر بتوعه وقال: إياكم وحد يفتح الباب ده أبدا، لو الباب ده اتفتح اللعنة اللي جواها هتخرج، وساعتها محدش هيعرف يمنعها. مرت السنين والقصر بقى مهجور والناس نسيت الحكاية، لحد ما في يوم واحد من العمال اللي كانوا بيشتغلوا في تنظيف القصر قرر انه يفتح الباب. ما كانش مصدق ان حكاية اللعنة دي حقيقية. قال: ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ مجرد باب قديم لو فتحته ايه اقصى حاجة ممكن تحصل؟ لكن اول ما مسك المفتاح ولفه في القفل، الباب اتفتح بصوت مخيف، وكأن حد كان مستني اللحظة دي من القرون. طلعت ريح باردة سودة من جوه الغرفة، لمست وشه وعينيه اتسعت من الرعب، وقبل حتى ما يصرخ اختفى. الخادم اختفى وكأن الأرض بلعته، لا صوت ولا حركة ولا حتى الجثة ليها أثر. من وقتها أي حد بيعدي جنب الباب بيسمع همسات جوه: ما تفتحش الباب، ما تفتحش الباب، ما تفتحش الباب. بعض الناس بتقول إن الغرفة دي كانت سجن لحاجة مش من العالم ده، حاجة كانت محبوسة بقالها مئات السنين. يا ترى تفتكروا إيه السر اللي ورا الباب ده؟ وهل اللعنة فعلا خرجت ولا لسه موجودة؟